أسس بالعربي. مشاهدينا اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من ايس بالعربي. هندرس فيها مع بعض كورس المدرب الشخصي Certified Personal Trainer بالعربي. بدايه خلينا نعرف ايه هي ايس. منظمه ايس هي اختصار لامريكان كونسل اكسرسايز. الاي امريكان والاي اكسرسايز والسي كونسل، يعني ايه؟ المجلس الامريكي للتمارين الرياضيه. والحقيقه منظمه ايس معتمده من منظمه تانية اسمها ناسا. تقول لي وانا حفظت الاولى عشان تقول لي الثانيه؟ ببساطه جدا منظمه ناسا هي اختصار لناشونال كوميسيونينج فور سيرتيفاينج اجنسيز، يعني ايه؟ اللجنه الوطنيه للاعتمادات الوكالات. ودي اللي بتدي قوه كبيره قوي لايس، لانها بتضمن ان البرامج المطبقه والشهادات على مستوى عالي من الجوده، وبتاكد ان الشهادات بتفي بالغرض منها. يعني مثلا شهاده متخصصه في كذا يبقى وافيه كل الجوانب بتاعه المهنه دي، وبتزود من مصداقيه الشهادات في السوق العالمي. ده شكل الشهادة اللي هتاخدها بعد ما تخلص الكورس معانا المدرب الشخصي، وده الكتاب اللي احنا هنشرحه مع بعضين. خلونا نبدأ بمحتويات الكورس. أول حاجة الكورس بيتقسم إلى 5 سيكشن، يعني 5 أقسام. القسم الأولاني هو عبارة عن introduction وعبارة عن فصلين، وهتاخد فيه شابتر 1 Rule and Scope for Personal Trainer، وهنا هتعرف نطاق الممارسة الخاص بالمدربين الشخصيين. شابتر 2 The ACE Integrated Fitness Models، وهنا هتدرس ايس او نموذج ايس للتدريب المتكامل. اما بالنسبه للقسم الثاني هتلاقيه عباره عن 4 شابترز. شابتر رقم 3 بعنوان البيزك اوف بيهيفير تشينج. يعني ايه بيزك اوف بيهيفير تشينج؟ يعني اساسيات تغيير السلوك. اما شابتر 4 بعنوان الافكتيف كوميونيكيشن جول سيتنج اند تيتشنج تكنيك، اللي هو التواصل الفعال وتحديد الاهداف. اما شابتر 5 كان بعنوان بري بارتيسيبيشن هيلث سكريننج، وهنا هناخد الفحص الصحي الكامل قبل ما نشارك في التمارين الرياضيه. اما شابتر 6 او الشابتر رقم 6 بعنوان نيوتريشن فور هيلث اند فيتنس، يعني هناخد التغذيه اللي ازاي نقدر نحسن بيها اللياقه البدنيه بتاعتنا، وده كان سيكشن 2. اما بالنسبه لسيكشن 3 هناخد تيستنج اسسمنت اند انثروبومتريك ميجرمنتس، وهنا هنعرف بعض القياسات الخاصه باللياقه البدنيه والانثروبومتريه على التحديد اللي باستخدام المزوره والكاليبرز، وهنشوف الكلام ده مع بعض. اما شابتر 8 كان بعنوان الكارديو ريسبيراتوري تريننج فيسيولوجي اسسمنت اند بروجرامينج، وبالطريقه ديت هتكون عارف ايه تاثير الرياضه على وظائف الاعضاء وازاي نقدر نعمل قياسات للكارديو ريسبيراتوري سيستم. شابتر 9 دخل على الماسلز، يبقى هنا قيس مقسمه الاكسرسايز بتاعها تدريب عضلات قوه وتدريب كارديو. عشان الناس اللي بتسال الفروقات ما بين كورس ايس وكورس نسم وكورس ايس اي، يمكن وضحناه قبل كده في عده كورسات من اللي شرحناها، بس خلينا مع بعض ناخد الخطوه اللي بعدها. هتبقى الماسل تريننج فاونديشن اند بينيفيتس، هناخد العضلات، الفوائد والاسس الرئيسيه بتدريبات العضلات. عشان كده هتلاقي شابتر 10 ماسكولار تريننج اسسمنت، ازاي نقدر نقيس القوه العضليه باستخدام ال1 ار ام والقياسات الكتير اللي هناخدها جوه الكورس. وشابتر 11 ازاي نعمل انتجريشن، او بمعنى اصح نعمل برامج متكامله معتمده على بيزد اون ايفيدنس براكتس، يعني مبنيه على الادله المنطقيه مش مجرد اراء شخصيه. وده دايما اللي الكورسات الدوليه بتحاول تحط البروجرامينج ديزاين بتاعها على اساس علمي بحت. اما في سيكشن رقم 4 هو مكون من 4 شابتر. شابتر رقم 12 هناخد بعض الاعتبارات الخاصه بمريض زياده الوزن، يعني اللي عنده سمنه كبيره مثلا، ايه اللي احنا نراعيه في اثناء التدريب بتاعه. رقم 13 كونسيدريشن بس مين للكرونيك ديسيز، والكرونيك ديسيز دي هي مش امراض معديه بس امراض مزمنه زي القلب والضغط والسكر، الكلام ده كله. اما شابتر 14 اكسرسايز كونسيدريشن، يعني هناخد برضو بعض الاعتبارات بس لللايف سبين. ايه اللايف سبين ده؟ يعني مراحل العمر المختلفه، الطفل يعمل ايه ما يعملش ايه بالنسبه للاكسرسايز، وبالنسبه للاولدر الناس الكبيره في السن ايه برضو الاعتبارات اللي باخدها كمدرب وانا بمرن. ومش بس كده، كمان اللي عندهم تحدي الاعاقه ده برضو وارد يجي لك في الجيم، فازاي تقدر تتعامل معاه.
اما شابتر 15 كان بعنوان consideration للكلاينت اللي عنده muscle skeletal division، يعني اي حد عنده انحرافات واختلالات قواميه ازاي تقدر تتعامل معاه. اما السكشن الاخير الخامس كان شابتر 16 عنوان legal guidelines and business consideration، ازاي تقدر تعمل بيزنس ناجح ليك كمدرب شخصي في نطاق الاجراءات القانونيه اللي بتسمح بيها الدوله اللي انت عايش فيها. وده باختصار كان ملخص المحتويات اللي احنا هناخدها مع بعض. 16 شابتر، 5 سيكشن، ورقه وقلم، يلا بينا نبدا شابتر 1. شابتر 1 بعنوان Rule and Scope of Practice for Personal Trainer، يعني دور المدرب الشخصي وايه هو نطاق الممارسه. يعني ايه نطاق الممارسه؟ يعني القواعد اللي بتحكم. أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Belarabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way through saying